السلام عليكم. انا مروه فؤاد. زي ما انتم شايفين كده هنعمل العدس. ما ينفعش الشتاء يجي من غير العدس، بس هنعمل العدس المره دي بالطريقه التركيه مع التاتش المصري. في اختلاف كده. الاتراك بيعملوها عننا. طريقه برضو التحضير مختلفه خالص. احنا بنسلق كل حاجه، هما بيعملوه بطريقه تانية. تعالوا نشوف مع بعض هنعمله ازاي. طريقة سهلة جدا. أول حاجة بجيب حلة على النار، بحط يا إما سمنة أو زبدة أو زيت زي ما تحبي. بعد كده هحط معلقة كبيرة من الدقيق وأقلب لغاية ما تديني اللون الذهبي، كأني هعمل بشاميل بالظبط. بعد كده بقى بضيف بعد ما بحط الدقيق هضيف البصل وهكرمله شوية مع الدقيق. وبعد كده هضيف معلقة من الصلصة وهقلبها لغاية ما اتخلص من المواد الحافظة بتاعتها. بعد كده وده اختياري هضيف معلقة كبيرة من الهريسة او الفلفل الاحمر الحامي، ودي اختياري. انا حطيتها بس، يعني اللي مش عايز يحطها ما يحطهاش. بعد كده بقى هضيف الملح والتوابل بتاعتي اللي هو ملح وكمون. مش طبعا ما بنضيفش حاجة غير كده، بس انا ضفت مكعب مرقة صغير. اللي مش عايز ما يضيفهاش. بعد كده بقى بصل، جزر سوري. هقلبه برضو، كل خطوة بحطها لازم اقلبها علشان كل المكونات تدخل مع بعض وتتجانس. بعد بقى البطاطس هحط كمان طماطم، دي طماطمتين متوسطين. آه، طبعا العدس احنا بنعمله وحسب ما بنحط، في ناس بتحط كوسة، في ناس بتحط اي خضار انتوا عايزينه يعني. بعد كده ده كوب ونص من العدس. ضفتهم وهقلب. بعد كده بقى هجيب المية المغلية، بضيف المية المغلية زي ما انتم شايفين لغاية ما تغطي العدس بتاعي. لو بتحبوه خفيف اكتر بتضيفوا اكتر. وبعد كده بسيبه يستوي لغاية ما بشوف الجزر اذا كان استوى، يبقى خلاص كده، او الخضار اللي انا حطيته استوى. بعد كده عندك خلاط، عندك هاند بلندر، انا هضربه بالهاند بلندر. بيبقى اسهل. وكده بقى خلص معايا الطريقة التركية. نيجي بقى التاتش بتاعنا المصري، واللي هي التومة بتاعتنا. الاتراك ما بيحطوش توم خالص في الاكل بتاعهم، يعني اكل بسيط قوي اللي بيحطوه. وطبعا الطشة بتاعتهم ما بتبقاش بالثوم ولا بالكمون ولا الملح. لكن احنا هنعمل الطشة بتاعتنا المعتادة، اللي هي توم وكمون وملح. هسيبهم لغاية ما يبقى لونهم ذهبي كده غامق شوية، ما يتحرقوش زي ما انتم شايفين كده. وهضيف الطشة بتاعتي على العدس. وكده الطريقة التركية بالتاتش المصري بقت جاهزة. هما بقى بيطشوه بإيه؟ بيطشوه يا إما ببابريكا يا إما بنعناع يابس. وكده طبقنا بقى جاهز. بالهنا والشفا. يا رب تقولولي الطريقة ديت عجبتكم، واللي يجربها يقولي عملها وعجبته ولا لأ. أشوفكم في وصفة جديدة. ما تنسوش لايك، سبسكرايب وشير. باي باي.